وكان قد وقف بنا الحديث في خلال باب المقطوع والموصول الذي أوله: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمامي فيما قد أتى. وشرحنا الأبيات التي بعد ذلك إلى أن وصل بنا الحديث إلى قول الإمام الجزري رحمه الله في البيت 89: فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. هذا البيت مخصص لمجيء كلمة أين مع كلمة ما. أين ما، هل كتبت أين لوحدها وما لوحدها، أم كتبتا موصولتين كلمة واحدة أينما؟ في بعض المواضع هكذا وفي بعضها الآخر هكذا. فالجزري رحمه الله نبهنا على أن أينما موصولة في موضعين ومختلف فيها في 3 مواضع. موصولة في موضعين ومختلف فيها في 3 مواضع والباقي مقطوع. إذن أينما في القرآن 3 أقسام: موصولة في موضعين سيذكرهما الجزري الآن، ومختلف فيها في 3 مواضع سيذكرها الجزري الآن، وما عدا الموضعين الموصولين وال3 المختلف فيها فهو مقطوع على الأصل، إذ إن الأصل في الكلام أن يكون مقطوعا كل كلمة على حدة. الموضع الأول قال إمامنا الجزري: فأينما كالنحل صل. صل فعل أمر والفاعل أنت، يعني صل فأينما، وكذلك صل موضع النحل. ما معنى قوله فأينما؟ أرجو أن تنتبهوا لي قليلا أيها الإخوة. إمامنا الجزري في هذا الباب والذي بعده باب المقطوع، باب ما رسم بالتاء، إما أن يقيد الكلمة التي يريد الحديث عنها بالسورة التي هي فيها، باسم السورة التي هي فيها، وإما أن يقيدها بكلمة قبلها أو بعدها بحيث يخرج ما عداها. إذن إما التقييد بكلمة أخرى تدخل الموضع المطلوب وتخرج ما عداه، أو يقيدها باسم السورة. تذكروا في حلقات الماضية القريبة لما قال: فاقطع ب10 كلمات ألا، يعني اقطع ألا في 10 مواضع، ثم قال مع ملجأ، فقيدها بمجيء كلمة ملجأ مع كلمة إلا. لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا في سورة التوبة، فلم يقل في سورة التوبة، وإنما قيدها بمجيء ملجأ، ولم تأتي كلمة ملجأ مقرونة إلا في سورة التوبة. هذا أحد طرق التقييد. وهذا هذا الأسلوب اللي هو التقييد بذكر كلمة قبلها أو بعدها هو الذي في قوله تعالى: فأينما. لم تأتي، انتبهوا، لم تأتي أينما مقرونة بالفاء إلا في موضع واحد في سورة البقرة، قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما جاءت أين ما مقرونة بالفاء، لذلك هو قيدها بكون الفاء قبلها، ولم يقل في سورة البقرة، وهذا كاف. لما؟ لأن أينما لم تأتي مقرونة بالفاء إلا في سورة البقرة. إذن المقصود بقوله فأينما هو قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وذلك في سورة البقرة. هذا موصول فأينما. ثم قال: كالنحل، يعني كأينما التي في سورة النحل، وهي قوله تعالى كما سنرى بعد قليل في النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذه أيضا موصولة. واختلف في 3 سور، هي سورة الشعراء وسورة الأحزاب وسورة النساء، كما قال رحمه الله: واختلف في الشعراء فقيدها باسم السورة، الأحزاب فقيدها باسم السورة، والنساء فقيدها باسم السورة.
ما هي المواضع في هذه السور وما شرح هذا البيت بأرقام الآيات نراه في اللوحة التي أمامنا، وهي اللوحة الأولى في لوحات هذه الحلقة. نرى اللوحة التي أمامنا في البيت 89، قوله تعالى: فأينما كالنحل. البقرة الآية 115: فأينما تولوا فثم وجه الله. أرأيتم كيف أينما مقرونة بحرف الفاء في أولها أيها الإخوة؟ إذن هذا هو الموضع الأول، وهو مفعول به لقوله صل، صل أنت فأينما. ثم قال كالنحل، كالنحل يعني كالموضع الذي جاء في سورة النحل. هنا قيد باسم السورة، لما قال كالنحل قيد باسم السورة. ما هو المقصود؟ المقصود الآية 76 من سورة النحل، وهي قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذان هو الموضوعان الموصولان. وبقي كما نرى في اللوحة: ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. نبين هذه المواضع الثلاثة بعد قليل في اللوحة، لكن أنبهكم أن إمام الجزري قال إن موضع الشعراء وموضع الأحزاب وموضع النساء قد اختلفت فيها المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى البلدان. ففي بعضها هذه المواضع في السور الثلاث مقطوعة، يعني أين لوحدها وما لوحدها، وفي بعضها موصولة، لكنه لم يبين لنا العمل على ماذا. هل إذا وصلنا إلى موضع الشعراء هو موصول أم مقطوع؟ يعني بس قال أنه اختلف فيه. طب اختلف فيه، لكن كيف نفعل؟ ماذا نتبع؟ هذا الأمر مذكور في كتب علم رسم المصاحف، كتب علم رسم المصاحف التي استل منها إمامنا الجزري رحمه الله هذان المبحثان، مبحث المقطوع والموصول، ومبحث ما رسم بالتاء، من أجل تعلقهما بالوقف والابتداء. كنت قد ذكرت لكم هذا الكلام لما انتهينا من بحث الوقف والابتداء. قلنا بأن إمامنا الجزري رحمه الله أتبع بحث الوقف والابتداء ببحثين من علم رسم المصاحف لتعلقهما بالوقف والابتداء، وهما مبحث المقطوع والموصول ومبحث ما رسم بالتاء المبسوطة. الشاهد لم يبين لنا وكان عليه أن يبين، سنبينها الآن إن شاء الله تعالى نحن، وقد أتيت بهذه المعلومات من كتب علم رسم المصاحف. نرى على اللوحة على الشاشة نرى قول إمامنا الجزري رحمه الله: ومختلف في الشعراء، يعني اختلفت المصاحف العثمانية في موضع الشعراء، وهو قوله تعالى في الآية 92 من سورة الشعراء: أينما كنتم تعبدون. أينما كنتم تعبدون، كتبت أين لوحدها وما لوحدها. أين ما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني أين الذي كنتم تعبدون. نرى مكتوب والعمل على قطعه، إذن اختلفت فيها المصاحف ولكن العمل على قطعه. فلو فتحتم الآن المصحف الذي بأيديكم على الآية 92 من سورة الشعراء ستجدون أين لوحدها وما لوحدها. ننتقل إلى الموضع الثاني وهو موضع الأحزاب، وهو الآية 61، قوله تعالى: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والعمل على وصله كما ترون أمامكم. أينما كتبت موصولة، أين موصولة بما. أما موضع النساء فهو قوله تعالى في الآية 78: أينما تكونوا يدرككم الموت. ولاحظوا بأنه موصول والعمل على وصله، كتب والعمل على وصله. إذا صار عندنا
موضع النساء العمل على وصله، موضع الأحزاب أيضا على وصله، وموضع الشعراء العمل على قطعه. هذا ما يتعلق بكلمة أينما. إذن أينما في القرآن كما نرى في هذا البيت موضعان موصولان، أينما في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، وأينما في النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير. وأما المواضع الثلاثة في الشعراء والأحزاب والنساء فمختلف فيها، وذكرنا ما يجب أن يكون في كل من هذه السور الثلاث، وما عدا الموضعين الموصولين والمواضع الثلاثة المختلف فيها فمقطوع على الأصل، مقطوع على الأصل.